وردية وهدف بالفعل، هدف من تسجيل بحبوح، هدف من تسجيل بحبوح. شوف إعادة اللقطة هذه، وهدف مقابل صفر لصالح جمعية إلكترونيك تيزي وزو. ضغط كبير على العموم، فيه السيطرة على اللعب من طرف عناصر فريق جمعية إلكترونيك تيزي وزو، ولحد الآن هدف واحد مقابل صفر. ترجع الكرة إلى العرباس، وجميلة وعويس العمود، ومرة أخرى وهدف بالفعل، وهدف من تسجيل بحبوح مرة أخرى. 33 دقيقة وبحبوح يسجل الهدف الثاني. شوف في إعادة اللقطة والتوزيع نتاع العرباس، مرفوعة، كانت محاولة من فرقاني يظهر لي أو عويس، العمود رجعها، وفي الأخير بحبوح كان عويس هو اللي رسل الكرة فوق العارضة، وهدف ثاني من تسجيل بحبوح في الشوط الثاني، وهدفين مقابل صفر في النتيجة. وهدف ثالث من تسجيل بلحسن هذه المرة بعد 8 دقائق من الشوط الثاني. إعادة اللقطة بعد الركنية من تنفيذ عبد السلام وتصويبة بالرأس من بلحسن. 3 أهداف مقابل صفر في التنفيذ فيه العرباس، أو وهدف رابع من تسجيل العرباس. دقيقة 16 من الشوط الثاني، 4 أهداف مقابل صفر، نتيجة هائلة. مدرجات ملعب 5 جويلية نظن بأنه راح يضيع أشياء كثيرة وكثيرة جدا، لأنه عندنا سنوات وسنوات طويلة ما شفناش أجواء مثل هذه مع كرة القدم الجزائرية اللي تذكر آخر مرة فازت بلقب قاري هنا في ملعب 5 جويلية كان في سنة 90 بمناسبة نهائيات كأس العالم في سنوات من بعد مع شباب لأنهم مشجعين كثير باش يربحوا هذا اللقاء، وعندنا معايا كذلك. واش رايك؟ فريمون تري جيمي، أنا في حالة انفعال والله، يعني إن شاء الله نفرحوا هذا الجمهور اللي جاء بكثرة إلى ملعب 5 جويلية، وإن شاء الله نديو إن شاء الله ماذا بيا. 40 كان وراء أكبر إنجازات الكرة الجزائرية سواء على الصعيد الوطني القاري أو العربي، ويبقى من النوادي اللي تبقى كمثال لمختلف النوادي الجزائرية. في جو تشجيعي مشابه لأجواء أمريكا الجنوبية مع لاعبين جد متحمسين، قررت الشبيبة الفوز بالكأس. المقابلة رحموني في الوسط، خروج بسرعة ناحية حاج عدلان، ينطلق موسوني، مناد موسوني ينطلق على الجهة اليمنى، توصل الكرة رائعة، اللقطة ثلاثي هايل موسوني وتدخل قوي، الحكم ما يقول حتى شيء. اللقطة الأولى بين موسوني وحاج عدلان ومناد وهاروني يحتج على حكم المقابلة. موسوني ينطلق، موسوني دائما، موسوني وصل، يدخل موسوني، هيا ما يسجلش، رائعة من موسوني، وأخطاء صعبة جدا بالنسبة لفريق شبيبة القبائل، وليس كما كان يظن الكثير. هذا اللاعب خطير، الرقم اللي كان سجل. هدف لصالح الفريق النيجيري جوليوس برغر في الوقت وين كنت نقول بأن المهمة راح تكون صعبة بالنسبة لفريق شبيبة القبائل. رحموني في تنفيذ التماس مع مناد يراوغ، يبقى محتفظ بالكرة، يراوغ مرة ثانية مناد، صعوبة يفتح مناد، هايلة مفتاح، ما يسجلش مفتاح وجه لوجه. الجمهور كان رائعا وشجع فريقه حتى النصر النهائي. مفتاح موسوني، حاج عدلان وحده، حاج عدلان مع مناد، مليحة مناد، يدخل مناد ما دخلتش، رائعة يا مناد وبن شيخة هما اللذان سجلا هدفي الفوز اللذان سمحا للشبيبة بأن تصبح بطل أفريقيا للأندية الحائزة على الكؤوس. كاين إمكانيات كبيرة للعب بالنسبة للشعب. هايل يا مفتاح، هايل، يلا الهدف، حاج عدلان وحده،
ثم عمروش اصبح متقدم تماما. هايله رياض يدخل بالثقه يلعب بالثقه ما يسجل. رائع يكون مصدر خطر. اللقطه هذه الاولى تخلي رياض بالنسبه للشبيبه. منان عمروش بالراس رياض وحدك رياض كانت كرة القدم الجزائرية هي الأحسن في إفريقيا. تفوز الشبيبة، يا سلام، تفوز الشبيبة بكأس إفريقيا الأندية الفائزة بالفوز لأول مرة في تاريخ الكرة الجزائرية. أحرزت شبيبة القبائل على كأس الكؤوس سنة 1995، وهو اللقب الذي لم يحرز عليه أي فريق جزائري من قبل. حراز الجو حقيقة بهيج جدا.